نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هنعمل السمك البسارية. السمك ده متوفر دلوقتي بكميات كبيرة في السوق، وكمان سعره ما شاء الله مش غالي خالص. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة إن شاء الله، الطريقة هتعجبكم. اول حاجه معايا السمك بتاعي لازم يكون طازه كده زي ما انت شايفه، وتشوفيه وتجيبيه كده هو يكون السمكه كده سليمه، ما تكونش لا قدر الله بطنها مفتوحه ولا مهريه ولا حاجه. انا بفضل ان انا افتح البطن كده بالطريقه اللي انت شايفاها في الفيديو دي، وبطلع البطن بكل سهوله. طبعا هتاخد معاكي وقت شويه لان السمك حجمه صغير جدا، لكن مش مشكله علشان الحاجه بتاعتنا تكون نظيفه وناكلها واحنا مطمنين. بمسك الخياشيم كده زي ما انت شايفة وبطلعها بشدها، بتطلع بالبطن كلها من غير ما تفتحها بسكينة ولا مقص ولا حاجة. بخلص الكمية كلها وبتاخديها بقى على الحوض بتاعك كده، وبتغسليها مرة واتنين وتلاتة واربعة بالمية، عشان كل ما بتغسلي السمك بتاعك بينزل القشر اللي فيه، بينزل كمية قشر كبيرة برضو، خدي بالك. بعد ما بتغسليه كويس وبتتأكدي ان السمك بتاعك نضف كويس جدا، بتعصري بقى 3 أو 4 ليمونات كده على السمك بتاعك، وبتسيبي القشر بتاعه لمدة 5 أو 10 دقايق على بال ما بنعمل التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة بتاعتنا هتكون عبارة عن 7 معالق كبار من تتبيلة المستردة، التتبيلة الخاصة بمطبخ السبع بهارات. حبايبي اللي متابعيني عارفين الطريقة بتاعت التتبيلة دي، وان شاء الله هسيب لكم الرابط في الوصف بالطريقة بالكامل. طريقة التتبيلة دي جميلة جدا وكافية ان انت تتبلي بيها السمك هي لوحدها. انا هحط شوية اضافات كده بسيطة. معايا معلقة كبيرة من هريسة الشطة، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعايا عصير 6 ليمونات كبار. السمك ده بيحب عصير الليمون. معايا كمان معلقة كبيرة من خليط الملح والشطة الناشفة، ومعلقتين صغيرين من الكزبرة الناشفة، ومعلقتين صغيرين من الكمون. تقلبي التتبيله الجميله دي كلها كده مع بعضها، وخدي بالك ان تتبيله المستردة بتكون عليها ملح وعصير ليمون برضو وخل وكده، فخدي بالك من الحدق بتاع التتبيله بتاعتك. بعد السمك بتاعي كده ما اتصفى كويس من الميه، ببدا بقى احطه على التتبيله بتاعتي. ده قشر الليمون اللي احنا قلتلك تغسلي بيه السمك بتاعك، نستبعده كده من التتبيله. قلبي الكمية كلها. الكمية دي معايا 2 كيلو من السمك البسارية، علشان تكوني عارفة المقادير بتاعتك مظبوط. كتري عصير ليمون على قد ما تقدري، لان السمك ده بيحتاج عصير ليمون كتير. بتسيبي التتبيلة بتاعتك بقى كده مع السمك لمدة 5 أو 10 دقايق لحد ما الزيت بتاعك بيسخن، وبنجهز الدقيق اللي هنعمل فيه السمك. تبلت الدقيق بتاعي بمعلقة صغيرة كده من الملح والشطة، معلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. ومكون جميل جدا بقى بيخليلك السمك بتاعك لونه جميل، نص معلقة صغيرة من بودرة الزعفران، بتخلي السمك المقلي بتاعك لونه فاتح كده وجميل. قلبت كده كل المكونات مع بعضها مع الدقيق، وبنزل بالسمك بتاعي وبتقلبيه كويس، بتضغط عليه ضغطة بسيطة كده علشان الدقيق يمسك فيه وما ينزلش في الزيت وانت بتحمريه. تكوني مجهزة بقى معاكي مصفى او منخل كده يكون واسع، علشان تنخلي الدقيق الزيادة كده من السمك عشان ما يتحرقش معاكي في الزيت. شايفين كده بالطريقة دي كل الدقيق الزيادة بينزل من على السمك بسهولة. بكون بقى مسخنة زيت غزير، وبنزل على طول بالسمك بتاعي في الزيت. بتنزلي بيه بدفعات على دفعات، ما تنزليش بيه مرة واحدة علشان ما يعجنش منك. بالشكل اللي انت شايفاه ده بنزل بيه كده على دفعات. الكمية اللي معايا حمرتها تقريبا على 3 أو 4 مرات علشان السمك بتاعك يتحمر كويس وما يعجنش في الزيت. واول ما بتنزلي بيه في الزيت كده ما تقلبهوش على طول، تسيبيه كده لحد ما يمسك نفسه شوية، وبعد كده بتبدأي تحركيه وتقلبيه وبتحمريه على حسب ما انت عايزة القرمشة بتاعته. ما شاء الله جميل جدا ومقرمش، وبتاكليه كده ازازة كده جميل ما شاء الله، ومتبل ونضيف طبعا، مفيش فيه اي زفارة ولا حاجة. بتطلعيه بقى على مناديل مطبخ كده لحد ما الزيت بتاعه ينزل، وبعد ما بتطلعيه هو سخن بتكوني مجهزة خليط كده من الملح والشطة والكزبرة الناشفة، بترشيه كده على الوش برضو بيدي طعم جميل جدا للسمك المقلي.
شايفين ما شاء الله مقرمش وجميل، منضفينه وضامنين ان هو نضيف جدا ما شاء الله، بتاكليه وانت مطمنه. ان شاء الله تجربي الطريقه وتعجبك، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتضغطي عليه مرتين علشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. اسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.